نعم. لبناني يعمل في الكويت. نعم. ارسل لي قصته على الواتساب على كذا صوتية. قال أنا مرة من المرات حجزت من الكويت إلى بيروت. نعم. طيران طبعا. كانت الرحلة أظن قبل العصر أو كذا، وصلت يقول بعد العصر قبل المغرب بيروت. طلعت من المطار، أخذت لي سيارة. يقول أنا ساكن في خارج بيروت في منطقة جبلية. يقول وأنا طالع من المطار بعد شوي وقفت عند سوبر ماركت. نزلت السوبر ماركت، يوم رجعت أطالع في صدام السيارة كأنه إيش نازل شوي الصدام. خفت إنه يعني الحين أنا السيارة شيكت عليها، يقول في المطار شيكت عليها قبل أخذها. الآن أنا لا ركبت مطب وخفت إني أروح أكمل مشواري للجبل عندنا، يقول يمكن تكسر الصدام. فغيرت وجهتي، بدل أروح ديرتنا في الجبل قلت أدور الصناعية في بيروت. يقول واروح للصناعية في بيروت. يوم جيت على أذان المغرب والمنطقة كأنه إيش الكهرباء منطفية وقطعة الكهرباء، يدوب شفت العامل أو كذا عنده نور بسيط. وصلت عند شو اسمها الورشة، قلت يا أخي الله يعافيك أنا عندي الصدام ذا باك تربط لي. قال بس طيب دقائق، أنا بس جايين ضيوف بالبيت، بس أروح أدخلهم دقائق وأجيك، خليك هنا. يقول أذن المغرب، قلت خلينا نتمشى أروح أصلي وتقعد السيارة اللي أروح وأجي. يقول مشيت وصلت المسجد في يقول زي الدرج طلعة كذا، منطقة جبلية زي الدرج. وأسمع بأذني، يقول في إخواننا السوريين في لاجئين كثير في بيروت. يقول وأسمع واحد من السوريين اللاجئين يكلم زوجتهم في بيتهم وأنا طالع الدرج، يقول رايح المسجد، وإنه يقول يا فلانة بكرة ما بنسرح عيالنا المدرسة. قالت ليش؟ قال ما عندي أجرة السايق قبل $50 وأنا والله ما عندي، لكن خلهم بكرة يغيبون ولا ما أدري إيش أسوي فيهم. يقول حتى ظلام بدأ الوقت يظلم. يقول نزلت حتى ما رحت المسجد، نزلت يقول وطرقت الباب وطلع من جيبي $50 وفتح الباب، قلت السلام عليكم، خذ هذه $50 لك. قال ايش؟ قلت هذه لك. يقول ورجعت وصليت المغرب، ويوم رجعت سيارتي قال لي انت وينك يا اخي، سويتها على طول انت اخرت. قلت انا والله ارسلني الله لشخص. يقول انا اتامل واتعجب من هذا موقف لطيف بسيط، لكن يا اخي شوف سبحان الله، هذا الرجل كان يحمل في قلبه من الهم ما لا يعلم به الا الله في بيروت. وكان الفرج والرزق كان يمشي له. ركب الطيارة، دخل المطار وطلعت $50، طلعت من الطيارة نزلت بيروت المطار، راح وقف عند سوبر ماركت، شاف الصدام مكسور، راح للصناعية يمشي على رجوله إلى أن وصل عند الشباك ويسمع السوري يكلم زوجته يقول ما نقدر نسلح يعني بكره المدارس عشان ما عندي $50. يقول وارجع واعطيه. من دبر هذا؟ من سبحان الله العظيم. انا وانت كلنا اصحاب حاجات، وانت كلنا اصحاب حاجات ما تدري، لان لعلك انت الان جالس وشحنتك هي قضاء حاجتك. الشحنه الان تعد، قد تنتقل من مطار لمطار، من حي لحي، إلى أن يأتيك في الوقت المناسب. الله هو المدبر سبحانه. أسأل الله يدبر لي ولكم ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. آمين. الله يجزاك.